مساء الخير عليكم جميعا. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو ديال الزيتون الاحمر والاخضر والمهروس او المفرشخ. كنتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو ديالي وانتم بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير يا رب. تقريبا واحد 3 كيلو ديال الزيتون الاخضر، كناخذوا منها واحد القياس، تنديروا في خريشه ديال الثوب، وكل ما هي فاسده تنزولوها باش ما تخسرناش الزيتون. من بعد تنهرسوه بمدلك بهذه الطريقه. هذه طريقه عمليه وسريعه، ما توسخي لا يديك لا والو. ها هو الزيتون من بعد ما هرسناه، ها هو كيفاش تيجي. احسن ما تبقى تضربي وحده بوحده او حبه بحبه. طريقه سريعه وعمليه. من بعد تناخذوا واحد الاناء تنعملوا فيه داك الزيتون من بعد ما هرسناه. تنزيدوا مع الزيتون واحد 4 أو 5 من الفصوص ديال الثوم مقطعين صغير. تندير واحد 5 ديال الحبات بالنسبه ل 3 كيلو او 2 كيلو ديال الزيتون، واحد 5 ديال الحبات ديال الحامض مقطع صغير. تنديروا واحد 4 صغيره من الفلفله الاحمر الحاره او العبار اللي بغيتو بالنسبه للفلفله، يعني ما تتبقاش فيها هي ملي تخلط معها الزيتون والحامض ما تيبقاش فيها داك الجهد ديال الحرور. تندير واحد معلقه ونص صغيره ديال الملح، وتنعملوا معاه حتى القزبر يابس حبوب راني ما ذكرتوش، راه كاين في الفيديو. ها هو من بعد ما خلطناه ها هو كيفاش تيجي. هذا الزيتون تترقد بدون ماء، ما تديري فيه حتى نقطه ديال الماء. هذا الزيتون المفرشخ تيطيب في الماء ديالو لا غير، ما تديري لا ماء لا والو. ولكن هذا الزيتون تيجي خطير جدا في المذاق. تنعملو في واحد القنينات ماء وتنسدو عليه مزيان وتنخليوه حتى تيحلى. من بعد تاخدي العبار اللي بغيتي. ها هو من بعد ما وجدناه ها هو كيفاش تيجي. غير هو تنسدو عليه مزيان باش ما يدخلوش الهواء، خليوه هكا حتى يحلى. مره بقاو نحركوه. من بعد تنوجدو الزيتون الاخضر العادي الغير المهروس، حتى هو تناخذوا واحد 2 كيلو ديال الزيتون، تنعملوها في واحد القنينات ماء. ما تنهرسو ما تنشقو ما حتى شي حاجه، تنخليه هكا. تنسكبوا عليه الماء العادي من الصنبور، ماء عادي. تنعمروا القنينه حتى الاعلى. تنزيدو معلقه صغيره ونص ديال الملحه. تندير واحد 3 الحبات ديال الحامض قطع. تنزيدو واحد 3 الضروس ديال الثوم. تنزيدو معلقه صغيره من الخل. واحد 3 ديال الفلفلات احمر الحار. تنقفلو مزيان على القنينه نحركوها مزيان. من بعد تناخذوا الزيتون الاحمر حتى هو كذلك تنقدوه تقريبا بحال الزيتون الاخضر. هو الزيتون احمر نقي وزوين ما فيه حتى شي وحده فاسده.
كله زوين. تنعملو في قينة ماء هو كذلك. تنزيدو معاه واحد 3 ديال الحامضات مقطعين صغير، تنزيدو معاه فلفل احمر الحار وشي 2 حبات ديال قرص الثوم. تنزيدو معاه نص معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره من الخل، وكذلك تنعمروه بالماء العادي من الصنبور. تنحركوه كذلك مزيان، ما تنبدلو عليه لا ماء لا والو، تيبقى في الماء ديالو حتى تيحلى. من بعد هذوك البيدوات او القنينات تزيد معاهم شويه ديال زيت العود، تقريبا نص معلقه كل بيدو باش تتعقم داك الزيتون. هاد الزيتون تيجي زوين، تيدوز لك العام كامل، تيبقى في المذاق ديال الزيتون والحبه واقفه وصامده. تنتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو ديالي وانتم بخير وعلى خير، وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وجربوا هذا الزيتون. راه الزيتون بدون مواد حافظه، طريقه زوينه وناجحه، وزيتون طبيعي وتيجي زوين بزاف. وجربوه. هذا الزيتون هذا ديال العام اللي فات، ها هو كيف بقى، باقي الحبه صامده واللوين ديالو ها هو كيفاش قسمته باقي قاصح. هذا ديال العام اللي فات. كذلك درت له نفس الطريقه ديال دابا اللي صاوبنا، نفسه في الطريقه وفي كل شيء. هذا الزيتون كيصبر مده طويله. انا عملت لكم غير واحد القدر ديال 2 كيلو او 3 كيلو، نتوما ديروا ما فوق. المهم كل 2 كيلو 3 كيلو تنديروا نفس المقادير دابا اللي عطيتكم. يلا تبقاو على خير ومع السلامه.